السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مستعجلة وعايزة تعملي أكلة حلوة وفي نفس الوقت متاخدش منك ولا وقت ولا مجهود. تعالي احنا نعمل مع بعض النهاردة أحلى كبسة فراخ، سهلة جدا وبسيطة جدا، في خطوة واحدة وفي حلة واحدة زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي دي مش كل الكمية زي ما انتم شايفين، ما شاء الله الشكل حلو جدا، الطعم حلو جدا، الرز مفلفل قوي قوي قوي. في اللي هي السلطة بتاعت اللي هي بيقولوا عليها القدوس دي انا مش بحبها. انا عامله معاها اللي هي التوميه. عايزه تعملي اي سلطات جنبها انت حره. معايا 5 اوراق زي ما انتم شايفين كده، انا غسلهم كويس جدا ومنضفهم كويس جدا ومصفياهم ما فيهمش اي ميه. لو لاحظت حتى الجلد بتاعها انا بحاول ان انا اخليه كده وانضف من تحتيه وارجعه تاني، طبعا مع الدعك والملح والدقيق والكلام ده كله عشان ميبقاش فيها اي زفاره. ومعايا نص كيلو من الرز، انا الرز ده انا غسلاه بس مش نقعاه. طماطميتين انا بشراهم بشره عادي ومعاهم صلصه، معلقه كبيره صلصه. بص بقى، دي التوابل بتاعت في الكبسه. ومعايا بتاع كاري، ومعايا قرفه خشب وحبهان ورق لوري وواحده ماجي فوريه زي ما انتم شايفين كده. ومعايا كزبره ناشفه وفلفل اسود والملح طبعا حسب الرغبه بقى في الاخر. ومعايا بصله مفرومه زي ما انتم شايفين كده، يا بصله كبيره، عايز تحطي بصلتين يبقى حلوين جدا. دي معلقه سمنه كده، معلقه حلوه سمنه بلدي. هنحط معاها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده، زي ما تحبي بقى. عايز خليها سمنه بس براحتك، عايز تحطي سمنه على زيت براحتك، بس دي سمنه بلدي احنا قلنا قبل كده عشان ما تتحرقش معايا بسرعه يعني. هحاول ان انا ادوبها في الحله كلها زي ما انتوا شايفه كده لحد بس ايه لما تسخن معايا. واول ما هتسخن طبعا مش هنزل بكميه الاوراق بتاعتي دلوقتي، هنزل الاول بالتوابل. ليه هنزل الاول بالتوابل؟ لان انا اديها تحميصه كده ان ريحتها بس تطلع. بس طبعا مش كل التوابل، هنزل بس بالقرفه وورق اللوري والحبهان واللومي، بس كده اللي هي الليمونه الناشفه يعني. هحمصهم كده في السمنه الاول واديهم تقلبتين لحد ما ريحتهم بس تطلع معايا كده، وهبدا ان انا انزل الاوراق بتاعتي. طب بقيه التوابل اللي صابرين، لا دي مرحلتها لسه شويه كده، هنعملها مع بعض وهوريكي الاول هنعمل ايه. تقدري تقطعي الاوراق نصين، تحبي تخلي الورك سليم براحتك خالص. هنمشي مع بعض وهقول لك دلوقتي ايه المطلوب هنعمله. زي ما انتم شايفين كده حتى لون السمنه اتغير في التوابل بتاعتي اتحمصت اهي. هنزل بالاوراق على الناحيه اللي فيها العظم الناحيه التانية. وزي ما انتم شايفين كده السمنه بتاعتي سخنت جدا. هبدا بقى ان انا اسيبها كده لحد لما السمنه تاخد في كل حته فيها اهو. طبعا مش السمنه بتاعتي مش كتير، انا مش حابه اكون حاطه ماده دهنيه كتير. طبعا لو حاطه ماده دهنيه اكتر مش هتمسك مني قوي كده، بس انا مش حابه ان انا يعني ايه احط دهون كتير في الاكل. يعني انا استعملت سمنه بلدي ماشي، بس برضو مش حابه اكون كتير برضو، في نفس الوقت انا عايزاها خفيفه. هبدا بقى ان انا اقلب الورك الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده اهو. وهديله برضو تشويحه، بس للاسف انا كنت عايزه اديله لون، فعشان اديله اللون الجلده بتاعه الاوراق كانت بتمسك مني في الحله. فده بالنسبه لي ما هياش ازمه، لان برضه هقول لك في الخطوات اللي جايه احنا هنعمل ايه، وهقول لك ليه بالنسبه لي ما هياش ازمه. دلوقتي عايزه اقول لك ان الريحه تجنن، الريحه حلوه قوي 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 قوي، تحفه. اهو انا كده طلعت منهم الاوراق اهي، هطلعها زي ما انتم شايفين كده. بصوا، هي الجلده اتشالت مع التحمير، الجلده اتشالت. انا مش فارق لي كل الكلام ده خالص اهو، بس بتمسك مني في الحله. بس هي تقريبا كده 3/4 سوا، يعني هي استوت تقريبا مني خلاص كده. هبدا بقى اطلع الاوراق دي وهبدا احط الجزء التاني من الاوراق. طبعا مش حاطه كل الاوراق بتاعتي كلها، هبدا احط الاتنين التانيين الباقيين هم احطهم برده في نفس السمنه. برده هياخدوا اللون وهياخدوا التحميصه بتاعتي التوابل اللي انا حطاها. هنزل بيهم بقى دلوقتي اهو. زي ما احنا شايفين كله سخن في سخن، يعني مش حاطين على حاجه بارده ولا حاجه، بس هي مش مستحمله. وعشان انا بخلي الجلد وبغسل تحتيه فاحس ان الجلد ده فاصله عن اللحم، فعشان كده كانت سهله انها تتشال معايا. زي ما انتم شايفين كده ده الجلد بتاع الفراخ، انا مش هشيله، هسيبه. هنزل عليه كده بالبصله مع التوابل اللي انا عاملاها، وهديها تقليبه حلوه كده اهو. ما تقلقيش من كل الكلام ده، ما تقلقيش منه خالص خالص. لو عندك بقى حاجه تيفال مش هيحصل معاكي كل الكلام ده كله، عشان انا ما عنديش حله تيفال، فاضطريت ان انا اعمل في الالومنيوم وده اللي خلاها تمسك مني. لكن لو عندك تيفال، لو عندك اي حاجه تاني ممكن تعمليها فيها مش هيحصل الكلام ده. هنزل بقى بمعلقه توم مفرومه اللي احنا كنا حاطينها مع البصلايه المفرومه اهو. هنزل بقى تدي ريحه حكايه تجنن دلوقتي. وهنزل بقى بكل التوابل اللي هي البودر زي ما انتم شايفين كده. هفضل اقلب فيهم لما كله ياخد تحميصه في بعضه كده تمام جدا. هبدا بقى ان انزل عليها بايه، بالطماطم
والصلصه بتاعتي اهو. بص كله بيطلع معايا والله. الريحه مش عايزه اقولك في الوقت ده كانت الريحه عامله ازاي. الريحه فعلا تجنن. كل ده بيدي لون معايا للرز، بيخلي الرز بتاعي طعمه حلو جدا على فكره. مش مؤذي خالص ولا ليه اي مشكله خالص معاكي في الرز. عايزه تشيلي الجلد اللي هو اتحمص ده شيليه، انا مش هشيله، انا هكمل بيه الوصفه عادي. هنزل بقى زي ما قلت لك كده بالصلصه، وهنزل بالطماطمايه، وهديها بس تقليبه كده، وهبدا بقى ان انا ايه اشوحها مع التوابل ومع البصلايه، وهتدي معايا لون حلو جدا للرز. عندك بقى عايزه تحطي بودره زعفران حطي، عايزه تحطي الوان تاني حطي، بس انا بصراحه مستكفيه بالصلصه والطماطم، وحاطه اللي هو الكركم، فكده حلو قوي بالنسبه لي، والريحه بقى تحفه. خلاص كده هبدا بقى ان انا ازودها ميه زي ما انا عايزه. زودي بقى نص الحله، عايزه اقل من نص الحله براحتك خالص. انا بحط المعيار بتاعي مش كتير، عشان انا لسه هحط الفراخ تاني تاخد تسويتها كامله بقى، عشان ما يبقاش فيها دم من جوه اهو زي ما احنا شايفين كده. هبدا بقى نقلبها، وهدوق بقى الشوربه بتاعتي دي، عايزه ملح مش عايزه ملح، ناقصها حاجه. وبعد كده هبدا بعد ما تغلي معايا ان انا انزل فيها الفراخ تاني. كل ده يا جماعه في حله واحده، مش هتاخد منك وقت، مش هتاخد منك مجهود، وسهله جدا، والطعم جديد. وبالنسبه لاولادنا عشان بدل الطبيخ والجو بدا يحرر، هنعمل الحاجات الجميله دي بصراحه بتبقى حلوه قوي. كده هنظبط الملح بتاعنا زي ما انا قلت لك، وهنشوف الطعم في الاخر هيبقى مظبوط ولا عايز تاني. وهبدا بقى زي ما قلت لك انزل الفراخ في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي دي. خلاص كده هي غليت معايا خلاص كده، طالما دخلت معايا عملت الفكاهه. بص بوريكي بس ان الجلده بدات انها تتشال معايا بس في التحمير، عشان انا اصلا وانا بغسلها بغسل تحت الجلد، فالجلده كده كده مخلوعه من مكانها. هبدا ارص الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهكمل بقى بالميه، بحيث ان الفراخ بتاعتي تشرب من كل الشوربه دي، ميبقاش جزء مستوي وجزء لا. وهغطيها وهسيبها حوالي تلت ساعه بس، مش هكتر من كده. خلاص هغطيها واسيبها لما تستوي. هبدا بقى دلوقتي في المرحله دي ان انا انزل الرز بتاعي مغسول مش منقوع. طب ليه معمول مش منقوع؟ عشان طبعا الكميه بتاعه الميه اللي انا حطاها ما تعجنش معايا. لو اتنقع هيشرب كميه ميه، ولما تيجي تحطيه في الشوربه هيبقى كتير عليها قوي الميه اللي انت حطاها دي، فالرز بتاعنا هيبدا ان هو يعجن. طب انا هعرف منين ان كميه الميه دي مناسبه للرز ولا لا؟ هقولك دلوقتي وانا بقلب، هقولك هنعمل ايه. دلوقتي خلاص انا نزلت الرز، وانا حط الوراك بقت عايمه على الوش كده. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بحاول ان انا انزل الرز تحت، واخلي الاوراق على الوش، وبقيه بالمعلقه كده وانا بخبط بشوف كميه الرز واصله معايا لحد فين. انا لقيت ان الرز واصل معايا لما حوالي تحت الشوربه كده على طول. فكده بالنسبه لي مع الفراخ كده مقدرتها حلوه جدا. انا طبعا ما حطيتش كل الاوراق بتاعتي زي ما انتم شايفين، انا حطيت شويه من الرز، وحطيت 3 اوراق زي ما انتم شايفين بالمنظر ده تحفه. عايزه اقولك ان اللحم دايب. عايزه اقولك ان في المرحله بتاعت الرز دي كان ممكن ما تحطيش الرز، كانت تشيلي الفراخ الاول وتدخليها الفرن تاخد لون، بس انا حباها انها تشرب من الصوص بتاع الشوربه، وكلها طعمها ياخد من بعضه. ده شويه لوز محمرين بالسمنه البلدي زي ما انتم شايفه كده. الجرنش بتاعها تحفه، الفراخ دايبه دوب.